طيب شبابنا عاملين ايه الاخبار؟ قبل ما اتكلم في اي حاجه يعني هقوم تقديرا للي عملتوه الفيديو اللي فات. اخيرا يا شباب هنشيل النقطه البيضاء اللي في الحيطه، يعني ما كانت مشكله كبيره لكل الناس كلها بقى بيرفكشنست. ايه ده زعل؟ اي خدمه. المهم يا سيدي، النهارده معاه واحد من اغرب الموبايلات اللي قد تبان ان هي مش غريبه ولا حاجه، لكن الموبايل ده فيه شويه حاجات اول مره اشوفها في موبايل فئه متوسطه، اللي هي المتوسطه الحقيقيه من 5 ل6. يعني مثلا بدايه من تصميم الموبايل، تصميم عصري نقدر نقول، واخد الشكل المربعي وشكل الكاميرات اللي جنب بعض، شكل الايفون وشكل اجهزه كتير نزلت خلال السنه. ده شكل الموبايلات العصريه في الزمن ده، حوافها بقت مشطوفه من فوق، نفس الكلام. الموضوع ده على فكره بيترجم لماسكه مريحه، لا وبيقف كمان اهو بتاع. وبالمناسبه في هنا فينجر برينت في زرار الباور، شغال كويس صراحه، تعليقاته قليله. ايه بقى معلش، يعني ايه الغريب بقى، ايه الغريب في الموضوع ده؟ استنى مش حوار الكاميرا ده نظامه ايه. اتوقع ده حاجه جديده في الفئه المتوسطه، اول مره نشوفها. الموبايل ده بيتعذب عادي، يعني فكره انت تخبط الموبايل كده على وشه دي حاجه مش طبيعي خالص ان هي تتعمل في موبايل متوسط، او على الظهر نفس الكلام. انا بحب اصل التعذيب قوي، انتوا عارفين من زمان. خلاص فكره ان انت تشيل جراب اصلا او سكرين الموبايل مع الموبايل ده منتهيه. وبعد كل ده هو مقاوم للماء على فكره كمان بنسب مش طبعا زي الفلاج شيبس، بس بنسبه قدره ان هو لو وقع منك واتبهدل انت هتطلعه تغسله بشويه ميه وتنضفه ويلا بينا. انا مش مع فكره قوي ان انت تعمل موبايل شبه الايفون قوي لهذه الدرجه، خصوصا مع شركه زي ريلمي اللي كانت بتعمل دايما افكار مختلفه في التصميم وكده. بس قشطه، دي حاجه ذوقيه ممكن تعجب ناس تانية، معرف. طبيعي هنتكلم على الشاشه دلوقتي. شاشه الموبايل ماشي، شاشة عادية مستغلة، الحواف بتاعتها كويسة من فوق، من تحت يمكن مش أحسن حاجة. عادي، الحواف بتاعتها كبيرة، موبايل متوسط. موبايل كبير بالمناسبة، مش عارف ده واضح ولا لأ في الفيديوز، بس ايه يعني الموبايل ده شاشته 6 و7 انش، فموبايل حجمه كبير، حاجة زي كده مناسبة للألعاب والفرجة عليه والكلام ده. وبتيجي ب90 هرتز بالمناسبة، ريفرش ريت عالي 90 هرتز عشان تلعب عليها كمان، والقصص دي جميلة. فيها تنازلات زي مثلا السطوع بتاعها 500 600 نتس، اللي هو حاجة مش هتبقى عملية قوي تحت الشمس، زي مثلا ان هي IPS LCD مش OLED ولا AMOLED ولا الكلام ده. زوايا الرؤية بتاعتها مش احسن حاجة، بص يعني نفس الكلام، اتفرج على فيديوز الكلام ده. نقدر نقول شاشة للمستخدم العادي، بتديك الحاجات اللي هي شاشة كبيرة و90 هرتز مش عارف ايه. الغريب يا باشا بقى في نقطة الشاشة دي هي ان انت بقى عندك حاجة زي الدايناميك ايلاند اللي موجودة برضو في الايفون، عاملينها هنا، وهي دي اول مرة الصراحة اجربها على موبايل. هي مش باينة، مفيش اي دايناميك في الموضوع، هو ناتش عادي خالص اهو زي بتاع زمان. بس بمجرد ما يبتدي يجيلك بقى اشعارات او تحط الموبايل في الشاحن او كده اهو، القطعة دي بتبتدي تتفاعل معاك. هنشوف، تعال نجرب القصة دي. بص يا سيدي، مثلا الشاحن اهو، حط في الشاحن. ايوه يابا، سلسة جدا، بسيطة جدا، ومعمولة كويس. يعني هي بص، مش هتاخد بالك ابدا دي شاشة IPS، او ان الاسود ده مش اسود مثلا، او معمول سوفت وير. استخداماتها طبعا لسه قليلة، مش زي يعني الحاجات اللي يعني مثلا لو جيت تعمل منبه او ستوب ووتش او حاجة مش هيخرج معاك ولا حاجة. لا، لو جالك اشعارات مثلا بتنبثق منها، وبعض التطبيقات كمان مش كلها، كان هيبقى حلو طبعا لو في سبيكر كمان فوق، بس لا، هي سبيكر واحدة تحت، صوتها عالي. وفي فيتشر غريبة كده لما ايه مثلا بتتفرج على حاجة ولا بتاع هنا اهو. يلا ايه يا جماعه، بص الفرق، بص ده الصوت العالي اهو. اتفرج على الافلام ده. ايه افضل فيلم في التاريخ؟ قالوا لك شو عشان قال لك اسمع بقى. طيب يلا، قعدت وظبطت قعده جامده قوي وبتاع، وقعدت اتفرج يا باشا، افضل فيلم في التاريخ بقى. هنا يا سيدي بيروح عامل بوست للصوت، عامل كده فيه شويه نويز ريدكشن ومش عارف ايه، ومعليه شويه من السوفت وير، بيحاول يساعد يعني. بس ده لا يمنع ان هو اخره في الفيديوهات 720 عادي جدا، ما بيشغلش اكتر من كده كجوده. طيب خلاص، سيبك من الشاشه والتصميم، فيهم حاجات فعلا مختلفه شويه عن عادي. ايه بقى اللي ممكن يبقى غريب في السوفت وير؟ انا خلاص سوفت وير ريلمي بقى العادي الطبيعي السلس اللي احنا متعودين عليه. لا ريلمي هنا فكرت قالك لا، احنا لازم سوفت وير ريلمي في العادي هو اصلا سوفت وير خفيف، وانا بنصح بيه على الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه. بس هنا هم عملوا حركه اذكى كتير. اما اكلم جوجل يا باشا يهديك يرديك، احنا عاوزين سوفت وير تقريبا خام، لاول مره بشوفه على واجهه ريلمي، مع حاجات من ريلمي برضو في السوفت وير ده. يعني مثلا الاله الحاسبه دي بتاعت جوجل، دي معروفه خالص. النوتيفيكيشن بار ده بتاع جوجل، سوفت وير خام. السيتنجز دي
التطبيقات جوجل نازله على الموبايل اوتوماتيك زي البكسلات، زي مثلا جوجل كيب ده وجوجل وان وجوجل هوم والحاجات دي بتنزلش في العاده على الموبايلات. تطبيق الكاميرا هو بقى هجين برضو زي ما بقول لك. هو ده ايه ده؟ لا هو من جوجل ولا هو من ريلمي، والمساحات اللي هنا مش مفهومه. ده ليه كل ده؟ دي حاجه مختلفه، واحب ان انا اشوفها على فكره على موبايلات متوسطه كتير. انا بحب التنوع في واجهات الشركات والكلام ده، بس معلش الفئه دي مثلا لما تحط لي عليها سوفت وير سامسونج ولا تحط لي عليها سوفت وير زي شاومي، انت ممكن تقتل الموبايل فعلا بتجربه سوفت وير سيئه او مش مستقره. مش بقول ان التجربه هنا مستقره 100%، لا التجربه هنا كويسه جدا، لكن عادي ممكن يهنج معاك برضو، ده شيء طبيعي لان المعالج بتاعه والرامات والحاجات دي هي اللي برضو السوفت وير في اعلانات في تطبيقات غريبه. يعني كل دي العاب اهي. هعمل لك انا فولدر حالا اهو. حاجه زي ان انت تضغط على الشاشه مثلا مرتين فتفتح دبل تاب افتح الموبايل. ممكن حتى ما يبقاش دبل تاب، ممكن يبقى ترفع الموبايل يوقع على طول. كان عندي فضول ممكن حاجه زي السوفت وير ده تساعد في اداء الالعاب مع 90 هرتز كمان اللي موجوده في الشاشه ولا لا، فقلت خلينا نجرب كده مع بعض ايه بابجي جي ولا حاجه، نرجع بقى للزمن عشان لو حد مهتم يعني بحاجه زي كده. يا جدعان ده انا ما دخلتش مثلا، ما لقيتش اللعبه دي بقى مثلا سنه. دي ار مش افيلابل، اتش دي هاي. ما اعرفش لسه حد بيلعب اللعبه دي اصلا ولا لا. يلا ريحه كورونا، ريحه كحول وانا بلعب. اركب على هي بتطير دي يا صاحبي. لا استنى. الله ما فقيتها يا رب. متكل يا عم انت بتعمل ايه؟ الكاميرات بقى، الكاميرات اللي هي هنا المفروض على فكرة 50 ميجا بكسل، والكاميرا التانية دي بالمناسبة هي للأسف كاميرا بورتريت، مش كاميرا مايكرو ولا كاميرا وايد انجل. يعني الموبايل ده ما فيهوش وايد انجل لينس. ده برضو غريب يعني. ده نعتبر ان هو حاجه غريبه بقى. يعني ايه موبايل ما فيهوش وايد انجل لينس؟ ويعني ايه ده فلاش؟ ايه الخدعه دي؟ ليه الموبايل بياخد صور عاديه نقدر نقول حلوه بالنهار، كل ما الاضاءه تزيد وكل ما الاضاءه تبقى احسن، خصوصا لو شمس مثلا الكاميرا هتطلع نتائج حلوه وايه الوانها زاهيه كده وتفاصيلها طبيعيه وحلوه على فكره في الاضاءات الكويسه. كل ما الاضاءه تقل طبعا بالتالي اداء الكاميرا بيضعف قوي. بالليل مثلا بيبدا يظهر نويز وكده. بس في عندك وضع نايت مود بيعمل شويه شغل بسيطين يعني، اللي بيسيطر على شويه حاجات مفرقعه، بس الفرق مش كبير قوي برضو يعني. مش النايت مود تصوير الفيديو نفس الكلام زي الصور بالظبط، الوانه حلوه بس لازم اضاءه كويسه. هتلاحظ ان هو ما فيهوش تثبيت قوي وتحس ان هو فيديو مهزوز كده سواء بالنهار او بالليل. فانت ماشي نفسك بقى، لو عاوز تطلع نتائج حلوه حاول تثبته على حاجه او كده. في السيلفيهات بياخد اتجاه تنعيم كل حاجه، ده عام البشره على قد ما تقدر. انت ممكن توقف الاوبشن ده بالمناسبه وتخليه يصور بشكل طبيعي بدون اي تجميل والكلام ده. الفيديوهات مثلا اخرها 1080 في الكاميرا الخلفيه و720 في الكاميرا الاماميه، بس ان هو حلو الصراحه وبرجوله. وقال لك بطارية 5000 ملي امبير وشحن سريع بيجي في العلبة 33 واط. الموبايل بيشحن في نص ساعة 50% مثلا بس بالشاحن اللي جاي معاه. والفكرة ان هو مع السوفت وير اللي عملوه هنا اللي هو الاندرويد الخام استهلاك البطارية فيه عالمي. ممكن لو سبته ما بتستخدموش، سبته كده مثلا 4 ساعات ممكن ينزل 3-4%. شوف يا باشا، شوف انا قلت لك كل اللي في الموبايل من عيوب ومميزات. تقدر انت لو مهتم تقرر. انا كده خلصت.